وبنروح على مشهد كانوا قاعدين في القهوة. بصوا بقى، كل اللي عملناه قبل كده كوم، واللي جاي كوم تاني خالص. لا ومش ولاد رزق، ده سجن التوبة. احنا هنطلع بالليفل شوية، لما كنا نسرق شقة محل دكان هنطلع بالليفل شوية. ايوه يعني هنعمل ايه؟ ساعة ألماظ موجودة في متحف قيمتها 200 مليار دولار. كم؟ زي ما سمعت. طب ما دي اكيد عليها حراسة شديدة قوي يا عبدو، هنعمل ايه؟ لا احنا مفيش حاجة بتقف قدامنا بعون الله. اخر الاخبار اللي واصله لي ان في حفلة كبيرة قوي هتتعمل بكرة بالليل في قصر راجل كبير قوي اسمه سرحان المليجي. وبعد ما الحفلة تخلص هتتنقل من القصر للمتحف. طبعا المسافة بين القصر والمتحف مش قصيرة، فاحنا بقى هنستغل الطريق ده. جو، هتختلط اجهزة الاتصالات بين اللي في العربية واللي في القصر واللي في المتحف. احنا عايزين لما نعمل حاجة في مكان نعملها في المداري، محدش يعرف. اي جهاز بيتواصلوا مع بعض عن طريقه افصله. تمام. طب هنخش الحفلة ازاي اصلا؟ مش هنخش ازاي اصلا؟ هبقى انا الوحيد بس اللي موجود في القصر جوه، وبدور واحد جاي الحفلة عادي، لكن كل واحد فيكو هيبقى ليه دور مهم قوي بره. ومش عايزين غباء، ها؟ تمام. ركزوا معايا الله يرضى عنكم. عبد الله، تاخد حد من الامن وتلبس لبسه وبهدوء، ها؟ هتخش انت الاول. كريم، هتخش على الحمام على طول. عامل حمام؟ لا يا غبي اسمعني للاخر، ومش من باب القصر، لا من اي شباك جوه. اتشقلب، المهم تبقى جوه في الحمام. ماشي كمل. احنا عايزين نتعامل بكل هدوء وبرود عشان احنا مش حملهم لو شكوا فينا، لو مسكوا حد فينا ومش لازم اقوله بقى انتوا فاهمين. فعايزين نظبطها صح. اول ما كريم يخش الحمام هيفضل يعمل اي صوت جوه، المهم يلفت انتباه الامن اللي بره. اول ما يدخل تديله وتاخد لبسه. فاهمني ولا ايه؟ عيب عليك. ربنا يستر. مجرد تطلع من الحمام خليك مراقب كل حاجه بتحصل، احنا لازم نبقى جاهزين لاي حاجه تحصل. عايزين نعرف مين اللي هيسوق العربيه اللي هتوصل الساعه للمتحف عشان انتوا اللي تركبوها. جو، مجرد ما الحفله تخلص هتقطع النور عن القصر بالكامل. هتطلع بسرعه يا كريم تطفش العربيه مكان السواق، واول ما النور يرجع خليك انت واقف بره مكان اللي اصلا كان هيسوق العربيه دي. خليك انت مكانك. اول ما يطلعوا وتشوف الساعه قدامك ويحطوها في العربيه اتحرك واركبها انت، وعبد الله هيلف ويركب جنبك. اول ما اديكوا الاشاره تغيروا اتجاه العربيه وتاخدوا الساعه، ولو على العربيه هسيبوها لهم، مش عايزين منها حاجه. يظهر عبده وهو متشيك اخر شياكه وداخل القصر اللي فيه الحفله. بيدخل ويفضل يتمشى شويه مستنيهم يخلصوا خطته، وبيبان عبد الله بيستدرج واحد من الامن وبياخد لبسه. ونفس الكلام كريم دخل الحمام متاكد ان مفيهوش حد، استدرج اللي واقف بره وخد لبسه. وبقوا كده عبده وعبد الله وكريم جوه القصر. وكان من الناحيه التانيه جو بيجهز قطع التواصل ما بينهم ومستني الوقت المناسب اللي يعمل فيه كده. وفي ثانيه الا ثانيه النور يقطع 5 ثواني ويرجع تاني. بيرجع ما بنلاقيش حد منهم في القصر، ولا عبده ولا عبد الله ولا كريم. وبيبان كريم انه واقف بره. مجرد ما طلعوا الساعه بره وخلاص هيرجعوا المتحف تاني راح متحرك وركب العربيه. عبد الله جاي بيركب جنبه لقى امن تاني هو اللي ركب جنبه، ودي كانت اول دروبايه في الخطه. فراح عبد الله راكب نفس العربيه بس وراه جنب الساعه محطوطه في النص وحوالينها 4 امن، 3 امن والرابع هو عبد الله. يعني شكلهم كده اتسوحوا. المهم فراح عبد قايل لهم في المايك: كريم امشي ورا العربيه اللي قدامك، امشي وراها. تمام ماشي. طبعا هما مركبين سماعات ومايكات عشان يتواصلوا مع بعض. المهم كريم فضل متابع العربيه اللي قدامه زي ما قلنا. ده طبعا غير ان في عربيه وراهم، يعني العربيه اللي فيها الساعه في عربيه وراها وعربيه تانيه قدامها. المهم هما ماشيين كانوا داخلين زي اليمين الجاي، فاهميني؟ العربيه الاولى عدت والتانيه اللي فيها الساعه عدت، التالتة اللي وراهم جايه تعدي، رموا مسامير على الارض اللي قدامها بس ما يبانش ايه اللي رماهم. مره واحده لقى العربيه اللي وراهم الكاوتش بتاعها فس. وكده يبقى هم خلصوا من العربيه اللي وراهم دي، ناقص اللي قدامهم. فضلوا برضه سامعين كلام عبده ومشوا وراه لغايه ما وصلوا مكان. فرحت العربيه اللي قدامهم وقفت، طلعت ايد من جوه وشاورت لهم بانهم ينزلوا يعني. فرح كريم واللي جنبه ده نزل. مجرد ما نزل من العربيه عبده فرح قايل لهم: عبد الله، كريم، خلصوا عليهم. طبعا كانوا اللي قاعدين مع عبد الله دول وهم كمان نازلين، استناهم ينزلوا واصطاد اخر واحد. فراح مسكوا لسه بيخنقوا الاتنين اللي قدامه خدوا بالهم. فراح عبد الله كسر رقبه واحد وخد منه مسدس وقتل واحد، لسه جاي على التاني فراح مديله في دماغه. يعني عبد الله كده اتمسك. وطبعا كريم كان مخلص خلاص على الواد اللي جنبه، والامن ده كان بيكتف عبد الله ورايح بيه ما نعرفش على فين. فراح كريم جايب من ورا الواد وضربه على دماغه.
انت تمسك يا حبايا المشكه دي تشوف. يبصوا وراهم لو العربيه اللي كانت قدامهم نزل منها 3 امن. 3. وهم اصلا في العربيه 4، واحد بيسوق و3 في العربيه. نزلوا منها 3 بس وموجهين المسدسات ناحيتهم. الله، دي مفاجاه دي بصراحه. طب بص قبل ما تقتلوني عايز اقول لكم على نكته. مره 1 2 3 دخلوا الحمام، طلعوا 3 2 1. عارفين ليه؟ راحت الكاميرا جايه مكان السواق اللي في العربيه اللي قدامهم، وبيشوف مكان السواق فاضي ومكانه قنبله بتعيد للسواق عشان دخول الحمام مش زي خروجه. بوم، راحت العربيه متفجره باللي فيها باللي قدامها، ما تبقاش منها حاجه سليمه. وكريم عبد الله فرح ضحكين وطلع لهم جوق وهو راكب الموتوسيكل بتاعه، حاجه تحسها فخمه كده، مركب مش موتوسيكل. ولقوا حبس طالع لهم من ورا الانفجار ده. مش قلت لكم دايما عندي خطه بديله، بلان بي يا معلم. وبنرجع لفلاش باك لما كانوا قاعدين على القهوه. بس تعالوا هنا، محدش ضامن ايه اللي ممكن يحصل، عشان كده لازم نبقى واخدين احتياطاتنا ومركزين قوي. كريم، انت لازم تبقى راكب العربيه اللي فيها الساعه. طبعا العربيه اللي فيها الساعه تبقى وراها عربيه مأمناها، وقدامها عربيه تفضل ماشيه وراها. وانا اللي هكون بسوق العربيه اللي قدامها دي. هاخد حد منهم والبس لبسه، ولو على GPS جو يغيره عشان ما يشكوش فينا. وبنفهم ان اللي كان بيسوق العربيه اللي قدامهم دي كان عبده. وانت يا عبد الله لو ما عرفتش تركب جنب كريم اركب وراه عادي جنب الساعه. المهم ان انتوا الاتنين تبقوا في العربيه اللي ورايا. وانت يا جو هقول لك على مكان معين تخليك واقف فيه، مجرد ما يعدي كلهم املى المكان مسامير عشان نعطل العربيات اللي هتبقى ورانا دي. هتفضلوا ماشيين، يا هقول لكم تفضلوا ورايا يا هقول لكم تغيروا الاتجاه. اللي هقول لكم عليه ساعتها تنفذوه. واول ما اديك الاشاره يا عبد الله تخلص على كل اللي في العربيه وخليك معايا كريم. واول ما نوصل المكان اياه والعربيه اللي بسوقها تقف، هطلع انا اخر واحد وهحط مكاني هديه جميله. وانت يا عم كريم لما يثبتوكوا قول لهم نكته من نكتك والهديه تشتغل. الف مبروك يا رجاله. فراح داخلين على العربيه اللي فيها الساعه، كسروا الازاز عشان هي كانت محطوطه في مكعب ازاز يعني، كسروه واخدوا الساعه. ايه ده يا اسطى يخرب دي بتنور. فراح لقيت تعالى عبد الله وقال له بيقول لك ب 200 مليار دولار، انت عارف يعني ايه؟ يعني دي كب المشي دي. لا عدد كبير مش وقت حسابات دلوقتي، يلا ناخدها ونطلع ونبقى نحسب لما نروح. يلا. وبيطلعوا من العربيه، مجرد ما بيطلعوا يلاقوا البوليس مترشق في كل مكان، مكان اتملى بالبوليس. حاصر المكان كله. امرك يا فندم، سلم نفسك، المكان كله محاصر. الله اكبر، هيجي بقى المفاجأة اللي بجد، وده بقى ما كناش عاملين حسابه.